مش كل مشكلة تتحل بالعلاج، أوقات الحل بيبدأ بالتشخيص الصح. أنا مهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. اختبار الحساسية، إحنا في وقت لازم ولا بد تتجه للشغل المعملي زي قياس المناعات والPCR. فلما تيجي تروح معمل تحاليل بيطرية لازم تاخد بالك من كذا نقطة عشان تتجنب التشخيص الخطأ. لازم تحضر كل البيانات دي: عدد القطيع والعمر والنافق، واستهلاك العلف اليومي والتراكمي، واستهلاك المية اليومي والتراكمي، ومتوسط الأوزان عندك، وبرنامج الأدوية والتحصينات. ولو بتربي فراخ بياض لازم تبقى عارف نسبة إنتاج البيض وقت الإثارة الضوئية، وأعلى إنتاج للبيض كان كام. ولو في أي شكل غير طبيعي للبيض تقول عليه. ولو في أعراض ظاهرة زي صرخة أو تنفس بصعوبة أو نهجان أو عرج أو إسهالات لازقة على المؤخرة، أي حاجة عندك قول عليها. ولما تاخد عينات نافق من الفراخ لازم ما تقلش عن 5 ل 10 فراخ عشان تدي مكان للدكتور يتعرف على كل الأمراض. ما ينفعش العينات اللي هتاخدها تكون ساردة، لازم تاخد عينات متنوعة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لأن السردة لو فيها إصابة أحيانا هتلاقي فيها تجبنات وميكوبلازم. كمان الأعراض مش هتبقى ظاهرة بوضوح. ممنوع تاخد نافق عدى عليه في الصيف أكتر من 6 ساعات و10 ساعات في الشتاء، لأن بعد فترة النافق بيعفن وبيكون ريحته وحشة. وكمان الأعضاء الداخلية لما بتعفن بتختفي بعض الأعراض، فبالتالي التشخيص مش هيبقى سليم. اشتغل صح عشان ما تضيعش مجهودك. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم أكتر وتعرف خبايا وأسرار الصناعة.